اهلا بيكم في حلقه جديده من مازن ماك شو. الحقيقه سر السعاده الغامره اللي انا فيها نبره صوتي ديت ان انا قريت خبر جميل جدا عجبني يعني، وحبيت ان انا اعمل عشانه حلقه لان الخبر ده بجد ما يتفوتش، ما ينفعش يتفوت. وهو ايه بقى؟ استنى هقول لكم الخبر. الخبر اللي قريته من على جريده الدستور بيقول بالصور: اينار اول تابلت مصري 100% من مصانع بنا. أعلن رئيس هيئة تنمية صناعات التكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي اليوم الخميس عن صناعة أول تابلت مصري 100% من إنتاج مصانع بنها. وقال القاضي إن الجهاز يحمل ماركة وعلامة مسجلة تحت اسم إينار، وأكد أن عملية الحصول على اسم تجاري وماركة مصرية لم تكن عملية سهلة، ولكنه فخور بإطلاق التابلت الذي قام بعرض منتج منه على الحضور خلال المؤتمر الذي لا تزال وقائعه جارية حتى الآن ده اللي هو الخميس يعني. جاء ذلك خلال مؤتمر عرض أولويات قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وإطلاق استراتيجية القطاع العام حتى عام 2017 بحضور وزير الاتصالات. تصفح جريدة الدستور اليوم الخميس مش عارف ايه، وجايبين صور للتابلت وواحد ماسكه ولابس قميص كراهات ابيض، ووزير الاتصالات ماسكه تقريبا وراه اللوجو بتاع السمارت فيليج. تمام. فالخبر جميل يعني، الخبر بجد حاجة ما ينفعش ان احنا تعدي علينا كده مرور الكرام. انا فخور، انا فخور بجد ان البحث العلمي عندنا في مصر قوي جدا، وعنده قوة تحمل وقوة اعصاب ان هو يقدر يشتغل ويطلع اول تابلت مصري في ظل الظروف الجميلة اللي احنا عايشين فيها ديت، ما بين حرق وضرب وقتل وعدم وجود امن في الشارع ومظاهرات واعتصامات وكل الكلام الجميل دوت. فريق العمل بتاعنا فعلا فريق قوي، يقدر ان هو يمسك اعصابه ويروح كل يوم يشتغل عشان يطلع التابلت المصري. ومش اي فريق عمل بقى، لا، اسمع الكلام بيقول لك ايه. اسمع الخبر تاني: اينار اول تابلت مصري 100% من مصانع بنها. فريق عمل بنها، شركة بنها للإلكترونيات، عمل أول تابلت مصري. حد فيكم سمع عن شركة بنها دي قبل كده غير في الكمبيوتر اللي كنتوا بتستلموه في المدرسة؟ مش بتستلموه يعني، بتقعدوا عليه في المدرسة، اللي هو انتوا ابتديتوا تعرفوه وانتوا مثلا في أولى ثانوي أو تالتة ثانوي، لأن هي دي فترة ظهور الاختراع بتاع الكمبيوتر ده في المدارس، اللي احنا كنا بنخش جوه عشان نتعلم على الدوس والفيجوال بيزك بالعافية، والاجهزه ساعات ما كانتش بتشتغل. ده انتاج شركه بنها. شركه بنها دي هتعمل تابلت. طيب انا هقتنع ان شركه بنها هتعمل تابلت، ماشي، مفيش مشاكل. حد فيكم بص على الويب سايت بتاع شركه بنها؟ الويب سايت بتاع شركه، انا اول ما سمعت الخبر انا اللي لفت نظري بصراحه شركه بنها. انا عايز اعرف شركه بنها ديت عملت، قلت بقى يمكن شركه بنها ديت شغاله بتصدر ولا حاجه واحنا مش عارفين بقى. خش ابص. دخلت ابص على موقع شركه بنها للالكترونيات، لقيته انا مش هتكلم يعني انتوا، ومش عايز اكتبه عندي بصراحه ولا عايز احط منه حاجه، بس يعني خشوا انتوا بصوا، اعملوا كده سيرش واتفرجوا على موقع شركه بنها للالكترونيات اللي هتعمل اول تابلت مصري، وشوفوا وهتعرفوا والله ليه ساعتها انا عمال اضحك ومش مصدق اللي بيحصل ده. يعني اللي عايز يكذب يعني يختار حاجة معقولة. يعني احنا خلاص حلينا كل المشاكل اللي عندنا، والعيش موجود وفي أمن في الشارع ومحدش بيتخطف، وسلمنا على الوحدة الوطنية، والخناقات والزحمة والتكاتك والمواصلات والمترو. تابلت مصري مين اللي عايزين يعملوه ده؟ يعني ايه تابلت مصري؟ ايه فايدته دلوقتي في الحياة؟ انا مش فاهم. هيعمل ايه التابلت المصري لحياة المواطن المصري اللي مش مهتم بالتابلت اساسا؟ ده اذا كنا يا جدعان انتوا بتتكلموا ازاي؟ هو انتوا فاكرين ان احنا للدرجه دي نسانيس يعني؟ مش للدرجه دي يعني، في ناس برضو بتفهم في الموضوع. لو البلد كلها نسانيس، في ناس تانية عندها مخ تفكر بأمه، تعرف ان احنا لحد النهارده مش عارفين نحل مشكلة الكهرباء اللي بتقطع. هنعمل تابلت؟ هو اي كلام، اي حد بيقول اي حاجة في اي وقت. خلاص قشطة، يعني المفروض ان احنا نسمع الكلام ده. هي مصر تعمل اول تابلت؟ ما بطلوا قطع نور الاول وبعد كده فكروا في التابلت. ده ايه ده؟ ايه يا جدعان الناس دي بتفكر ازاي؟ شركة بنا، صحيح، شركة بنا. ده احنا ما بنصلحش حجارة قلم،
احنا بنستورد الحجاره القلم انتوا متخيلين بجد والله فعلا؟ احنا بنستورد الحجاره القلم من الصين. احنا بنستورد لعب الاطفال من الصين. تابلت ايه اللي هنعمله؟ احنا هنصيع. تابلت. شركه بنها وتابلت ما ينفعش، ما يجوش الاثنين في جمله واحده يعني، ما تركبش. زي كده لما اجي اقول لك معلش عشان خاطري بس ممكن تحل لي المساله اللي في كتاب القراءه، ما تركبش. هي كده في حاجات ما تركبش. بنها وتابلت ما ينفعش. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. تابلت ايه؟ يعني انا اللي فكر حتى ان هو يقول الخبر ده عشان يكسب الناس في صف الانجازات الكبيره الكتيره الخطيره الجميله اللي بتعملها الحكومه، من اول طبعا صور الرغيف اللي هو ابو 35 قرش دلوقتي ده لو انت حبيت تجيبه من الفرن، لحد التابلت المصري. والانجازات طبعا ديت ما حدش يقدر يختلف عليها، لاننا كلنا حاسينها ولامسينها وعايشين معاها كل يوم. كلنا عايشين معاها، هما اللي مش عايشين معاها. احنا اللي بنمثل الفيلم وهما اللي بيكتبوا السيناريو. وهفضل اقولها، اللي عايز يموت عشان خاطر حد يا ريت يروح ينتحر، بلاش عشان يموت حد معاه. اللي هيموته ده هو مش عايز يموت، وانتوا الاتنين ما اخترتوش. ومبروك عليكم اول تابلت مصري من صناعة شركة بنها.